هل بتلاقي نفسك مش عارف تنام في أوقات؟ يعني بيعدي دقيقتين من أول ما حاولت تنام ولسه صاحي؟ بص يا سيدي، أول وأهم حاجة جرب الاسترخاء البسيط. ابدأ بتمارين تنفس هادية، خد شهيق عميق وطلع النفس بهدوء، تمام؟ وبعدين جرب تعمل مسح ذهني لجسمك، يعني تبدأ من صوابع رجلك وتطلع لفوق واحدة واحدة، كل جزء في جسمك تحاول ترخيه كده كأنك بتطفيه بالريموت، جزء جزء لحد ما توصل لوشك. الحركات دي بتفعل حاجة اسمها الجهاز العصبي السمبثاوي، وده باختصار بيخلي جسمك يهدى ويقلل هرمونات التوتر زي الادرينالين والكورتيزول، ويخلي ضربات قلبك تبطأ شوية. المهم بقى ما تبصش في الساعة، لو حاسس انك بتحاول تنام بقالك 5 أو 10 دقايق ومفيش فايدة، العلماء بيقولوا احسن حاجة تعملها ساعتها انك تشتت دماغك، بس مش بأي حاجة، يعني تعمل حاجة سهلة كفاية انك ما تتعبش فيها، بس مش سهلة قوي تخليك تسرح. ده اللي بيسموه ايقاف التفكير او ذو بلوكينج. ناس كتير بتعد الخرفان، بس دي عادة سهلة قوي ومش شغالة مع الكل. العلماء بقى بيقترحوا حاجات زي تعد تنازلي من 1000 بس كل مرة تطرح 7، يعني 1000 993 986 وهكذا، او تمشي في الحروف الأبجدية وتحاول تقول اسم فاكهة او خضار يبدأ بكل حرف. طيب عدى 20 أو 30 دقيقة ولسه ما نمتش، يبقى قوم، ما تفضلش في السرير كتير، لأن ده بيخلي مخك يربط السرير بعدم النوم والقلق. اطلع امشي شوية بس من غير ما تولع أنوار، بس خلي بالك الإضاءة اللي في البيت العادية 100 ل 250 لوكس، يعني قوية قوي على العين وبتزود ضربات القلب. حتى لمبة الطرقة الصغيرة ممكن تبوظ نومك، فلو تقدر استعمل نور خافت كهرماني أو حتى ما تولعش النور خالص. دلوقتي بعد ما خرجت من السرير اعمل حاجة من غير شاشات ومن غير تحفيز للمخ، اقرأ كتاب، ورق مش ايباد او موبايل، اسمع مزيكا هادية او جرب شوية تأمل. التأمل والمايندفولنس مش بس بيساعدوك تنام دلوقتي، لا كمان بيقللوا التوتر على المدى الطويل، وبيساعدوا الناس اللي عندها أرق مزمن. بعد نص ساعة أو ساعة من الحاجات الهادية دي، لو حسيت إنك بدأت تتعب وتنعس، ارجع جرب تنام تاني وكرر الخطوات الأولى. بس لو لسه زهقان أو متنرفز، ما تجربش نفسك وترجع للسرير، استنى شوية وسيب جسمك هو اللي يقولك إمتى عايز ينام. لو لسه مش قادر تنام، يمكن تكون الحكاية كلها في المعدة يا معلم، يعني ببساطة ممكن تكون جعان. العلم بيقولك لو معدتك بتكركع جامد، ده ممكن يأثر على قدرتك إنك تنام كويس. بس خليك فاكر كل حاجة توازن. يعني إيه؟ يعني ما تروحش تفتح التلاجة وتفترس اللي فيها. كل اللي محتاجه وجبة خفيفة وسهلة الهضم، حاجة بسيطة زي معلقة زبادي أو شوية مكسرات صغيرين. دول كمان بيساعدوا جسمك يفرز الميلاتونين، الهرمون اللي بيقول للمخ يلا بينا ننام. الموضوع كله إن الأكل لازم تكون خفيفة جدا، لأن لو أكلت وجبة تقيلة بالليل، ده بيزود تدفق الدم للأمعاء، وده بيبوظ عملية التبريد اللي الجسم بيعملها عشان تنام كويس. غير كده السكر الجلوكوز لو عالي جامد بيبوظ التواصل بين المخ والكبد والكلى، وساعتها تلاقي نفسك كل شوية رايح الحمام وانت نايم. طب افترض انك نمت كويس وصحيت تروح الحمام وبعدها مش عارف ترجع تنام، ما تقلقش، ارجع كرر الخطوات اللي اتكلمنا عنها من الأول. بس لو عدى ساعتين وانت لسه مخك شغال كأنه بيخطط لمستقبلك كله، يبقى وقتها تعمل حاجة مهمة جدا اسمها تفريغ القلق. هات ورقة وقلم مش موبايل، وتحت نور خافت كده اكتب كل اللي شاغل بالك. الفكرة انك تطلع اللي جواك على الورق بدل ما يفضل يلف في دماغك. المخ وقتها بيهدى ويفهم انك سجلت الملاحظات فيسكت شوية. طيب بعد 3 ساعات ولسه حاسس ان جسمك مش مرتاح، يبقى ركز على درجة الحرارة. احسن نوم بيكون في أوضة برد شوية، لان الجسم بيحاول يبرد نفسه طبيعي عشان يدخل في المود بتاع النوم. ولو مش قادر تقلل الحرارة، جرب تلبس شراب وانت نايم. العلماء بيقولوا إن لما تسخن أطرافك زي رجليك وإيديك، الأوعية الدموية بتتوسع، وده بيساعد الجسم يعيد توزيع الحرارة ويهدى. وعشان كده كمان الدش الدافئ قبل النوم مفيد جدا. الجلد بيسخن شوية فبيبتدي يشع الحرارة لبره، وده بيخلي قلبك يبرد أسرع، والمخ يقولك يلا بقى ننام يا صاحبي. ولو وصلت لمرحلة 4 ساعات ولسه مش نايم، يبقى غالبا في مشاكل في حياتك اليومية هي اللي مأثرة على نومك. ساعتها لازم تبص على 3 حاجات العلماء بيقولوا انهم اهم اسباب بتأثر على جودة النوم. رقم 3 الاكل، بس مش الاكل اللي تاكله قبل النوم، لا، طريقة أكلك طول اليوم بتفرق جدا. في دراسات بتقول إن الناس اللي بتاكل فاكهة وخضار كتير طول اليوم بيناموا أسهل وأهدى. بس الموضوع أعقد من كده شوية ولسه وراه كلام. بص يا سيدي، في حاجة مهمة جدا لازم تفتكرها. السعرات اللي بتاكلها مش مجرد أرقام، دي مرتبطة بحاجة جوه جسمك اسمها الإيقاع اليومي. الإيقاع اليومي ده زي الساعة البيولوجية بتاع جسمك. كبدك الساعة 10 الصبح غير كبدك الساعة 10 بالليل. جسمك بيكون مهيأ يعمل حاجات معينة في أوقات معينة، يعرف إمتى يهضم وإمتى ينام وإمتى يقولك هات لي قهوة دلوقتي فورا. النظامين دول، الهضم والنوم،
مرتبطين ببعض أكتر مما تتخيل. الهرمونات اللي بتتحكم في الجوع والإنزيمات الهضمية وتنظيم السكر والإنسولين، كل ده له جدول زمني بيمشي عليه على مدار اليوم والليل. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن الأكل بتاعك بيتحكم في نومك. جسمك بيبقى أنشط حاجة في آخر الصبح وأول بعد الظهر، وده الوقت اللي بيكون فيه مستعد ياخد السعرات ويتعامل معاها. إنما بقى الأكل بالليل ده مصيبة، بيبوظ الساعة البيولوجية وبيخلي الهضم يشتغل نص الشغل، وساعات بيبوظ كمان توازن البكتيريا اللي جوه معدتك، الميكروبيوم، وده ممكن يخليك تصحى تعبان أو حتى تعاني من أرق. العلماء بقى عندهم قاعدة قديمة وسهلة تفكر بيها دايما: افطر زي الملوك واتغدى زي الأمير وتعشى زي الفقير. يعني خليك خفيف بالليل وخلي آخر وجبة تكون قبل النوم ب3 ساعات على الأقل. في دراسات كتير أكدت إن الحركة دي بتساعد الجسم يدخل في مود النوم أسرع وبراحة أكتر. نيجي بقى للسبب رقم 2 اللي بيأثر على نومك: الضوء الطبيعي. جسمك مصمم يتفاعل مع ضوء النهار، لأننا كبشر اتطورنا وإحنا عايشين تحت السماء مش تحت لمبات النيون. في خلايا خاصة في عينك مش للرؤية، لا دي مخصوص عشان تظبط الساعة جوه جسمك، بتحس بشدة الضوء وطوله الموجي وبتبعته الجهاز في دماغك مسؤول عن الميلاتونين، الهرمون اللي بيقول لجسمك يلا ننام يا معلم. بس خد بالك، الإضاءة اللي جوه البيت مش كفاية خالص. حتى لو النهار غيم، ضوء الشمس الطبيعي ممكن يوصل ل10,000 لوكس، أما لمبة الأوضة بالكاد 250 لوكس، وغالبا لونها مايل للأخضر، وده حلو للرؤية بس مش لجسمك اللي محتاج الضوء الأزرق الطبيعي. علشان كده حاول كل يوم تقضي شوية وقت بره البيت في نص النهار، ولو مش قادر تطلع اقعد على الأقل جنب شباك مفتوح، خلي الضوء الطبيعي يوصلك. ده كفاية يخلي ساعتك البيولوجية تقولك بالليل خلاص يا صاحبي كفاية كده يلا ننام. طبعا يا سيدي في الليل لازم تقلل كمية النور اللي بتوصل لعينك، يعني باختصار خفف الإضاءة وابعد عن الشاشات قدر الإمكان. المصابيح الساطعة دي عاملة زي عدو النوم الأول، فلو لازم تستخدم الموبايل أو اللابتوب على الأقل شغل التطبيقات اللي بتخلي الشاشة دافية كده، يعني لونها يميل للأصفر بدل الأزرق، لأن الضوء الأزرق ده بيبوظ إفراز الميلاتونين اللي بيخلي الجسم ينام. ودلوقتي نخش على عامل رقم 1، أهم حاجة في النوم كله: ثبات المواعيد. يعني إيه؟ يعني لازم تحاول تنام وتصحى كل يوم في نفس الميعاد تقريبا، حتى في الويك إند يا شاطر. جسمك مبني على الإيقاعات وبيظبط نفسه على الروتين اللي انت عامله، فلو بتصحى الساعة 7 الصبح أيام الشغل، حتى لو سهرت يوم الخميس لحد 3 الفجر، جسمك هيصحيك حوالي 7 برضه يوم الجمعة. ليه؟ لأن جسمك عنده منبه داخلي بيبدأ يشغلك تلقائي. لكن بقى لو مفيش نظام نوم ثابت، جسمك بيتلخبط ومش عارف امتى يفرز الهرمونات ولا امتى يطفي نفسه. في مادة اسمها الأدينوزين، دي بتتراكم في جسمك طول ما انت صاحي، ولما تنام الجسم بيبدأ يكسرها عشان تريحك. فلما تنام في نفس الوقت كل يوم، الأدينوزين ده بينتظم وجسمك بيبقى فاهم الجدول تماما. وطبعا مش كل الناس زي بعض، في اللي بيحب يصحى بدري وبيفطر وبيغني زي العصافير، وفي اللي بيبدأ يفتح عينيه 11 الصبح وبيقول صباح الخير يا دنيا. بس الأهم إنك تلاقي الميعاد اللي يناسبك وتلتزم بيه. العلماء عملوا دراسات لقوا فيه حاجة غريبة جدا: الناس اللي نومهم مش منتظم حتى لو بيناموا ساعات كويسة بيكون عندهم خطر الوفاة أعلى من الناس اللي نومهم ثابت. يعني مش بس المهم قد إيه نمت، الأهم بتنام إمتى كل يوم. يعني باختصار يا صديقي، ساعات النوم مهمة بس انتظامها أهم بكتير. ولما تجمع بقى كل الحركات اللي قلناها، من التنفس الهادي والمشي الخفيف والنور الكهرماني والأكل في ميعاده والنوم المنتظم، ساعتها هتكون جاهز فعلا لنوم ملوكي من بتوع 5 نجوم. بس طبعا احنا بشر مش روبوتات، يعني طبيعي يوم تتأخر في العشاء، يوم تخرج مع أصحابك، يوم تسهر على الفيلم اللي مدته 3 ساعات ونص. المهم ما تخليش ده يبقى عادة، ولو عملت كل ده جسمك هيشكرك بكلمتين بساط: تصبح على خير يا بطل. لو كل ده ما ظبطش من أول مرة ما تقلقش خالص، الموضوع مش نهاية العالم ولا حاجة، بس حلو إنك تبقى عارف إن الخطوات دي فعلا بتساعد جسمك ينام أسرع وأريح. مش بس كده، الدراسات بتقول إن الحركات البسيطة دي مش بتساعدك تنام وبس، دي كمان ممكن تقلل احتمالية إنك تموت بدري. يعني بصراحة لو النوم الحلو مش كفاية كدافع، ففكرة إنك هتعيش أكتر ممكن تشجعك شوية. وبكده يا صاحبي نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في عالم النوم. أتمنى تكون مستعد دلوقتي لأجمل نوم في حياتك، وتقوم الصبح تقول يا سلام أنا بقيت إنسان تاني. شكرا إنك كملت الفيديو لحد هنا. نام كويس واحلم أحلام سعيدة، واستنانا في الحلقة الجاية من علم على السريع.